مصر وبلجيكا وايران ونيوزيلندا. دي مجموعة مصر في كأس العالم ان شاء الله، مجموعة في السهل منه يا جدعان. لو بقى لعبنا كرجالة وربنا ما صعب ان احنا نصعد منها. كده كده قبل كده ادينا بلجيكا على عينها وخسرناهم. نيوزيلندا دي خسرناها قبل كده، وايران نفس الشيء هنخسرها. ماتش بلجيكا هو اللي ممكن نتعادلوا ونخسره، والماتشين الباقيين يا اما نكسب يا اما نتعادل. المغرب واقع في مجموعة فيها البرازيل وهايتي واسكتلندا، فرقتين اساسا مش مسموع عنهم في المجموعة معاهم، فهم كده كده صاعدين يا اول يا تاني. ممكن يصعدوا اول لو خسروا البرازيل وعملوا مفاجأة ويعملوها عادي يعني. اما بقى السنغال من اللي عملته فينا وبدعوات المصريين فهم بيشوفوا الويل. السنغال وقعت مع فرنسا والنرويج وفريق من فرق الملحق، فرسالة مصر وربنا ما هيجي تاني مجموعة سهلة زي المجموعة دي. من وجهة نظر نص مصر هي سهلة. أنا كمشجع مصري أنا المنتوشة الودية اللي أنت خسرتها وكسبتها مش هاخد بيها، لسه هنشوف الأداء في أفريقيا وساعتها هنقول هنعرف نعمل حاجة ولا لأ. بس باذن الله نعمل حاجه، عشان والله الواحد تعب في 2018 نخرج، 2022 السنغال تخرجنا افريقيا نخسرها، وبنشوف سيناريو درامي احنا زهقنا منه كل سنه. وهل تفتكر ايطاليا هتصعد كاس العالم ده ولا لا؟ وممكن مصر تعمل انجاز في كاس العالم ده وتفرحنا؟ مستني ردكم في التعليقات. وقبل ما تقفل الفيديو اخبط اللايك والمتابعه وصلي على النبي.